وها انت يا اختي الحبيبه، هذا هو اللي غادي ينفعك في جميع الوصفات ديالك. طون منزلي بطريقه سهله وبسيطه وكيوجد بسرعه. علاش تمشي تشريه من برا وانت يمكن لك توجديه في دويرتك وتعرفي راسك شنو دايره فيه، وتصايبي حاجه صحيه وحاجه نقيه وتاكليها وانت مرتاحه وتايقه في راسك، وتعطي لوليداتك حتى هما ياكلوا شي حاجه صحيه. هاد الطون هذا اللي غنوجد معاكم راه كيبقى مده طويله اكثر من 6 شهور، كيبقى مزيان، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. اول حاجه غتاخدي هاد الطون هذا، كاين اللي كيقول له بونيتو، كاين اللي كيقول له الطون، كل واحد شنو كيسميوه، المهم حنا كنسميوه الطون. كتاخديه كتقشريه، كتحيدي ليه داك الجلده الفوقانيه، داك الجلده الغليظه، وكتحيدي ليه هذاك الشوك اللي كيكون في الوسط، داك الشوك الغليظ. المهم ها نتوما انا وريتكم الطريقه كيفاش كنقيه. كنقبط مقص وكندير هذاك الشوك هكايا في الوسط، كنقطع الجنيبات، كندوز المقص على الجنيبات كاملين ديال الطون صافي. ومن بعد كنسلخ داك الجلده الفوقانيه، كنحيدها بطريقه اللي موضحه في الفيديو، يعني راه الطريقه سهله ودغيا كيتحيد داك الجلده، راه ما كتعذبكم حتى شي حاجه. ومن الاحسن انكم ديروه هو يكون جامد، ديروه في المجمد حتى يجمد مزيان، عاد تخرجوه وتحيدوا داك الجلده دغيا كتحيد هي وداك الشوك الوسطاني الغليظ صافي. من بعد شوفوا انا خليت هنايا غير الهبره، حيدت داك الجلده وحيدت داك الشوك الغليظ وخليت غير الهبيره بوحديتها صافي. من بعد كنقطعها هكا دي طرونش صغارين، باش منين كنبغي نطيبهم دغيا كيدخلهم الطياب وكيتستفوا ليا في القرعه ديالي، ما تقطعهمش طريفات كبار وما يكونوش صغارين بزاف صافي. ها نتوما شوفوا، من بعد ما قطعتو كتغسلوه مزيان 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 وكتقطروه، كتخليوه يقطر مزيان. من الاحسن انكم تخليوه يقطر هكا شي نص نهار، المهم حتى ما تبقاش فيه قطره ديال الماء، حتى يولي ناشف مزيان. عاد ديك الساعه تقدروا ديروا له العطريه ديالو والشرموله ديالو اللي غديروا له صافي. من بعد كتاخدوا الثومه وكتحكوها، اما كتحكوها ولا كديروها في هاد اللعيبه هذه ديال الثومه. المهم انكم كل ما كثرتوا الثومه كل ما كيجي الطون ديالكم بنين وصحي وكيجي منسم بالثومه، كيجي غزال صافي. من بعد درت ليه معلقه كبيره ديال الفلفل الاسود، ودرت ليه الخل تقريبا واحد 4 كاس ديال الخل. المهم غير كثروا الخل شويه باش كتحيد منه داك الزفره نهائيا ديال الطون، ما كتبقاش فيه صافي. من بعد هنايا خديت واحد 2 حفنات حتى ل3 د الحفنات ديال الزعتر، كتحكوها من فوق داك الطون، كيجي منسم بالزعتر، كيجي فيه مذاق غزال ديال الزعتر، وما كتبقاش فيه نهائيا داك الزفره ديال الحوت. ودرت ورق سيدنا موسى بطبيعه الحال، والملح كيبقى على حسب الذوق. انا هنا درت معلقه كبيره ديال الملحه صافي. المهم وخلطت هذا الشيء هذا مزيان خلطو باش تدخل فيه داك الملحه وداك العطريه اللي درنا صافي. ومن بعد كتاخذوا الطنجره اللي غطيبوا فيها الطون ديالكم، وكديروا القياس ديال الزيت اللي غادي يكفيكم باش انكم طيبوا فيها الطون وباش تغطيوه فاش ديروه في القريعه. المهم نتوما كديروا عينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي درتو ديال الطون وعلى حسب الحجم ديال داك الطونه ديالكم صافي. وكتخليوه حتى كيغلى مزيان داك الزيت، كتخليوه حتى كيغلى، كيبدا يطلق داك الفقاعات. ومن بعد كتبقاو تلوحوه في الطون ديالكم، كتلوحوه شويه بشويه، ما كتلوحوش دقه واحده باش ما يتعجنش ليكم صافي. ومن بعد خديت واحد شويه واحد الرويصات ديال الثومه، واحد 4 د الرويصات، ودرت ورق سيدنا موسى باش نسمو هذيك الزويته، باش حتى الزويته ديالنا تجي بنينه. ودرت عليها شويه ديال الفلفل الاسود، واللي درت عليها واحد الحكه ديال الزعتر، غير واحد الحفينه صغيره ديال الزعتر. المهم نتوما الطون ديالكم غادي تنسموه باش ما بغيتو، انا هنايا نسمتو غير بالزعتر ورق سيدنا موسى صافي. من بعد هنا كنخلط هنايا غير بشويه باش ما يتعجنش ليا داك الطون، باش تدخل هذيك التوابل تدخل في الزيت تام لتحت وكلشي صافي. وبالنسبه للنار، في الاول كتكونوا دايرين النار مجهده وغير كتلوحوا الطون ديالكم، كتقلوا النار وكتخليوه 20 دقيقه. منين كدوز 20 دقيقه صافي كتحلوا على الطون ديالكم. من بعد كما قلت لكم كدوز 20 دقيقه. ها هو من بعد ما وجد راه كيكون طايب وداخل الطياب مزيان. وكتكونوا موجدين القريعات ديالكم، كتكونوا ضروري معقمينهم، كتغسلوهم بالخل وكتخليوهم حتى كينشفوا مزيان، ما تبقاش فيهم قطره ديال الماء باش كيصبر لكم الطون ديالكم لمده طويله. ضروري ما تعقموا القريعات ديالكم، يكونوا قريعات ديال الزاج بطبيعه الحال. اما تاخذوا دوك القرعات ديال الكونفيتور ما تبقاوش تلوحوهم، ولا تاخذوا هكا شي قرعات ديال الزاج خاصين وتخليهم غير هكا للطون، ولا الا بغيتوا تصيبوا شي كوفيتير ولا شي حاجه صافي. من بعد هو من بعد ما وجد الطون ديالي كديروه في القريعات ديالكم هو مازال سخون، باش كيزيدوا يتعقموا داك القريعات، وكيبقى شاد داك الضغط ديال داك السخونيه
كيبقى الطون معقم، ما كيفسدش ليكم نهائيا، كيبقى اكثر من 6 شهور. انا هنايا هذا منين صيبته راه دوز لي اكثر من 6 شهور في الثلاجه. في رمضان كنستعملوه بزاف، ولكن انا هنايا صيبته قبل رمضان ما استعملتوش بزاف، كنت مره كنجبد هكا شي قريعه وكنديرها، ولكن في رمضان كنستعملوه بكثره، كنديروه في البيتزا، كنديروه في المملحات. الا بغيتو تصيبوا هكا شي خبيزات معمرين ولا شي حاجه غتحتاجوه بزاف، ولا الساندويتشات ولا كيتحتاج بزاف بزاف بزاف. صافي من بعد انا ما عمرت القراعي ديالي بالطون، صافي ديك الزويته اللي بقات ليا كنغطي بها الطون. ضروري ما انكم تغطيو الطون ما يبقاش نهائيا كيبانوا دوك اللحيمات ديال الطون، غتغطيوه كامل بالزيت حتى للتالي. شوفوا انا فين وصلت الزيت. صافي من بعد هنايا خديت ورق الطبخ وغطيتهم، ولا تاخذوا السلوفان ولا هكا شي ميكا تيكونوا نقيين، وغادي تغطيو دوك القرعات ديالكم مزيان غادي تزيروهم مزيان وتاكدوا ان ما كيدخل لهمش الهواء. صافي ومن بعد كتقلبوهم بحال هكايا وكتخليوهم يباتوا ليله كامله. من بعد لا غد ليه كتخليوهم في الثلاجه، وفين ما كتبغيو تصايبوا شي حاجه كتجبدوا قريعه، كتحلوا قريعه بقريعه، ما تحلوش كلشي في دقه واحده باش كيبقى لكم محافظ. وبالنسبه للطون فاش تصايبوه راه من حتى كتفوت اسبوع عاد يمكن لكم تستعملوه، حتى كدوز اسبوع عاد كيولي المذاق ديالو زوين، وفيه داك المذاق ديال الطون كيجي تماما بحال الطون المعلب تماما. غير هو الحاجه بطبيعه الحال اللي كنصايبو في الدار ماشي بحال الحاجه اللي كنشريو، كتجي بنينه وكتجي صحيه وكنعرفوا راسنا شنو درنا فيها. وإلا بغيتوا الطريقه ديال الطون ديال الكبايله، طون كبايله، المهم الا بغيتوا الطريقه ديال الكبايله خليوها لي في التعاليق، انا غادي نحط لكم فيديو فيه الطريقه ديال الكبايله. هذا واحد الطون واحد اخر حتى هو كنت صايبته بطريقه واحده اخرى، الا بغيتوا حتى هو نشاركو معكم. كنت فورته وعاد من بعد قشرته وعاد طيبته. المهم الا بغيتوا الطريقه ديال هاد الطون هذا اللي في هذا الفيديو دابا ولا الطريقه ديال الكبايله غير خليوها لي في التعاليق، هما كلهم كيجيو زوينين وكلهم كيجيو مذاق واحد، غير الطرق كتختلف وكل واحد كيبغي يدير الطريقه اللي كتجيه سهله. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه وتشجيعاتكم، راها كتهمني بزاف بزاف بزاف. وبسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.